في 2023 في لبنان وقعت واحد الجريمة كبيرة. الإعلام سماها بأسماء مختلفة بحال قضية الملوخية وقضية البساتين وبنت الشيطان، وكل سمية وراها قصة وسبب واضح. باش نفهموا القصة مزيان خاصنا نرجعوا 15 عام للور في 2008 ونتعرفوا على لينا وفادي. فادي كان شاب من عائلة متماسكة وقوية، الناس كاملين اللي كيعرفوه كيحترموه. فادي كان عنده جوج خوتو والعلاقة بيناتهم كانت مزيانة. اي واحد كيعرف فادي عن قرب كيشهد بالمسؤولية ديالو. العائلة ديالو ميسورة ماديا والوضع الاجتماعي ديالهم مزيان. فادي من ظهره كان كيعتمد على راسه وما باغيش يعتمد على عائلته. في نفس العام تاع 2008 فادي قرر يتزوج. هذا القرار جا بعد ما تعرف على لينا، البنت الزوينه اللي كانت ملفتة للانتباه. الحقيقه هي ان لينا هي اللي كانت كتلفت الانتباه ديال فادي. منين هضر مع عائلته على فكره الزواج والديه فرحوا ليه بزاف، حيت كانوا باغيين يشوفوه عريس ويشوفوا ولادو. بحال اي عائله عربيه فكره الزواج عندنا كتكون احتفال بدخول فرد جديد للعائله واللي كيولي جزء منها. ولكن منين شافوا عائلته لينا ما حسوش بالراحه معاها، بقاو ساكتين حيت كانوا كيشوفوا فادي فرحان. عدم راحه العائله تجاه لينا ما كانش عنده سبب واضح، حيت البنت ما دارت حتى شي حاجه غريبه، غير العائله حسات بشي حاجه من اول نظره. لينا عارفه مزيان ان فادي عنده علاقه مزيانه مع خوته. صحيح ان كل واحد فيهم عنده حياته الخاصه، ولكن كاملين كانوا كيشوفوا فادي هو السند ديالهم. وطبعا هاد الشيء ما عجبش لينا وقررت تبدل كل شيء، ولكن في الوقت الحالي خاصهم يكملوا جميع خطوات الزواج. فادي كان خدام في شركة الأدوية، كان عنده دخل مادي مزيان وهذا الشيء عجب لينا بزاف. وفضل الدخل ديالو المزيان قدر يشري دار مستقلة باش يعيش فيها مع لينا بعد الزواج. وبعد عام ديال الزواج لينا ولات حامله وبدات كتهضر مع فادي وتتقول ليه باللي الولد عنده بزاف ديال الحقوق ولازم عليه يضمن لولده حياه مزيانه. بدات كتطلب منه يخدم اكثر باش يقدر يوفر لولده حياه مريحه. منين تزاد الولد حياة فادي تبدلات، ولا همو الوحيد يخدم الزربه ورجع للدار باش يقضي الوقت مع ولده. وكما قلت لكم فادي علاقته مزيانه مع خوتو. هادشي كان كيضايق لينا بزاف وكانت كدير كلشي باش تبعدو على عائلته. ديما كانت كتقول ليه بلي خوت كيستغلوك ماديا وباغيين يتدخلوا في حياتك بزاف. واخا هكاك هاد الكلام ما كانش صحيح. لينا بدات كتفكر في خطه جديده، بقات كتضغط عليه بزاف باش ما يبقاش عنده الوقت للعائله ديالو. ومع كثره الضغط والكلام بدا فادي كيتاثر ويسمع ليها وبدا كيبعد على عائلته، وكان كيشوف اي سؤال من العائله عليه او على ولده تدخل في حياته الخاصه. ولكن اختو الصغيره والقريبه منه كانت ذكيه وفاهمه مزيان التصرفات لينا، وكل مره فادي بدل تصرفاته كانت كتفهمه وتتعامل معاه بذكاء وتهدي الموقف. ومع الوقت العلاقه ديال فادي مع العائله بدات كتخسر بشويه بشويه حتى وصلت لدرجه انه ما مشاش لعرس اختو. فاش العلاقه ديالو ما كانش مزيانه مع عائلته حتى العلاقه ديالو مع لينا ما كانش مستقره وبداو المشاكل يبانوا. ولكن فادي ما قدر يدير والو غير على ود ولده. دازو عامين والله رزقهم بالمولود الثاني، وهنا لينا بدات كتطلب منه شي حوايج بزاف ولات كتضغط عليه نفسيا وماديا. والوحيده اللي كان كيهضر معاها فادي من العائله ديالو هي اختو الصغيره. واحد النهار قال لها بانه ما بقاش عنده طاقه يكمل مع لينا وكان باغي يطلق منها. قال هاد الهضره لختو اكثر من مره، ولكن اللي كيرجع على قراره هو حبه وتعلقوا بولادو. حتى لدابا المشاكل ديال فادي واللي خلاته يفكر في الطلاق هي الضغوط النفسيه الكبيره اللي كتجي من لينا، وكل مره كتزاد هاد الضغوط. فادي كيسكت حيت كيبغي مصلحه ولادو وكيخاف يضيعهم وسط المشاكل. دازو سنين على زواج فادي ولينا وحياتهم بقات هي نفس الضغوط ونفس المشاكل. ولكن مع الوقت المشاكل خدات اتجاه جديد، حيت فادي ولاو كيجي يشوفوك ان لينا كتخونوا مع شي واحد. ولكن هذا الاحساس عمره قدر يشاركه لا معها ولا مع حتى شي حد، حيت ما كانش عنده دليل. تصرفات لينا ولات غريبه بزاف. مره كتجي وكتقول ليه بغيت نطلق، مره شويه كتبدل رايها وكترجع على قرارها. ومنين كتفكر كترجع في الهضره ديالها حيت كتعرف انه من المستحيل تلقى راجل كي بحال فادي. حتى وصلنا لعام 2023 فادي ولا عنده 47 عام ولينا ولات عندها 43 عام وعندهم جوج ديال الوليدات. الكبير عنده 13 عام
والصغير 11 عام. عاشوا 15 عام ديال الزواج. واحد النهار فادي رجع للدار بكري، ماشي في الوقت اللي كيجي فيه، وهو غادي للدار شاف راجل خارج من دارو. داك الشخص مني شاف فادي بدا كيجري. فادي جرى وراه باش يعرف شكون هو، ولكن داك الشخص غبر بالزربه. فادي حس بان داك الشخص كيعرفو مزيان من طريقه تجري والحركات ديالو، وبان ليه ان داك الشخص كيعرف الزناقي مزيان وكيعرف منين يهرب. من بعد هاد الشيء فادي دخل للدار ولقى لينا متوتره بزاف. حاول يهضر معاها ولكن هي رفضات. منين بدا فادي يضغط عليها عاودت ليه وقالت ليه انها كتخونو. والاغرب من هاد الشيء كامل هو ان لينا قالت لفادي ما باغيه والو منه غير يطلقها، وقالت ليه انها ما بقاش كتحس بالاهتمام منه حيت ديما خارج وكيخدم وما بقاش حاضر في حياتها. فادي مع كل ديك الصدمه بقى هادي وتصرف بالعقل. عيط للمحامي ديالو وقال ليه يجي دابا حيت كاينه مشكله كبيره. ورغم ان الوقت كان متاخر المحامي جا وفادي عاود ليه كل شيء. المحامي بغى يسمع حتى لينا وحتى هي اعترفت ليه بكل شيء وقالت ليه بصراحه بغيت نطلق وما بغيت والو من فادي. وقال سبب الخيانه هو انها حست براسها مهمشه وفادي ما بقاش كيهتم بها وديما مشغول في خدمته. المهم المحامي وفادي اتفقوا معاها باش الطلاق يكون بالزربه، ولكن لينا طلبت منهم بجوج انهم ما يهضروش مع حتى شي واحد في هذا الموضوع، ماشي خوفا على راسها ولكن باش ولادها ما يتاثروش. وفعلا فادي وافق حيت مصلحه ولادو كانت عنده فوق كل شيء. بعد هذا الشيء سكن مؤقتا عند عائلته، وفي الايام القليله فادي قال لعائلته انه غادي يطلق من لينا. ورغم ان الخبر كيحزن بصراحه ولكن عائلته كانوا فرحانين حيت كانوا عارفين شحال كانت كتضغط عليه ماديا ونفسيا. ومن بعد هذا الشيء بداو كيوجدوا رسميا للطلاق. في نهار الحد شهر غوش 2023 فادي سال خدمته مع 10:30 ومشى عند اختو باش يتعشى معاها بحال كل مره. ولكن وهو عند اختو صونت عليه لينا وطلبت منه يجي للدار حيت ولادو توحشوه بزاف وبغاو يتعشاو معاه. هنا فادي ما قدرش يرفض حيت ولادو هي نقطه الضعف ديالو. قال لاختو انه خاصو يمشي دابا. منين وصل للدار لقى لينا كتوجد ليه العشاء وكتعاملو مزيان. حضرت ليه الوجبه اللي عزيزه عليه هي الملوخيه، ومن هنا بدات القضيه اللي تعرفت باسم الملوخيه. فادي كمل الطبق ديالو كامل. من بعد طلبات من ولادها يطلعوا للفوق ويسدوا عليهم حيت باغيه تهضر مع فادي. ولكن بعد اقل من 10 دقائق فادي بدا كيحس بالام قوي جه يتكرشو. الالام ما قدرش يتحملو. لينا داتو للغرفه وخلاتو يرتاح شويه. ومن هنا بدات القضيه ديالنا، لان الشيء اللي غادي يوقع من بعد ما كان حتى شي واحد متصورو. دازت 3 ايام من داك النهار الحد وفادي ما بانش والتليفون طافي. اب فادي وخوتو بداو كيتصلوا به بزاف المرات ولكن بلا فايده. التليفون ديما مسدود، خصوصا منين عرفوا ان فادي ما مشاش للخدمه طول هاد 3 ايام. في النهار الثالث بوات فادي قرر يمشي لدار لينا باش يسولها على فادي. ومنين وصل لقى لينا قدام الدار شاعله العافيه وسط 2 برامل وكان الدخان كتير وما باينش شنو اللي كانت كتحرق. بوات فادي سول لينا فين كاين ولدو. جاوباتو لينا ان فادي جات تعشى معاها، ولكن من بعد جاو عنده شي ناس بالطوموبيل قالوا بانهم تابعين لشي حزب سياسي وخداوه معاهم باش يسافر ويخدم في سوريا. وقالت ليه منين وصل فادي لسوريا صيفط لينا ميساج وقال لها بانه بخير، ولكن ما قدرش يهضر معاها بزاف حيت مشغول وغادي يتصل بعائلته. من بعد بوات فادي ما صدقش هاد القصه وحس ان فيها شي حاجه ماشي واضحه. بوات فادي بدا كيسول لينا على تفاصيل الحزب اللي خداوه، وفي نفس الوقت خواتاتو بداو كيتصلوا به ولكن التليفون باقي طافي وما بان حتى شي خبر على فادي. في اليوم الخامس من اختفاء فادي تو الصغيره هي اللي كانت اقرب وحده قريبه ليه جاها ميساج ديال الواتساب من رقم ديال فادي كتب ليها ما تخافيش عليا راني مزيان. ولكن اختو استغربت بزاف حيت فادي كان دايما كيرسل لها ميساجات صوتيه ماشي ميساجات مكتوبه. طلبات منه يبعث لها رسائل بصوته باش تطمئن لكن رفض وقال لها انه مشغول بزاف. في هذه اللحظه العائله ديال فادي بدات كتحرك جديا واتصلوا بالبوليس والجهات الرسميه داخل لبنان باش يتاكدوا واش فادي خرج من البلاد ولا لا. والصدمه قالوا لهم فادي ما عمره ما خرج من لبنان. ومنين اتصلوا حتى مع الحزب السياسي اللي قالت لينا
انه خدا فادي قالوا لهم انه ما عندهم حتى علاقه بفادي. من بعد هذا الشيء بدات لينا كتخرج وكتناشد المسؤولين، وفي نفس الوقت حتى العائله ديال فادي حتى هي بدات كتخرج وكتناشد باش يعرفوا الحقيقه. في اليوم 12 من اختفاء فادي توصل البوليس باهم معلومه في القضيه كلها. داروا تتبع رقم فادي واكتشفوا ان اخر نقطه الارسال جات من دارو، يعني الرسائل كانوا كيتصيفطوا من داخل دار فادي. هنا البوليس سول العائله ديال فادي واش كاينين شي مشاكل بينه وبين مراته، وقالوا لهم ان فادي ولينا كانوا وسط اجراءات ديال الطلاق. وفي هذه اللحظه جا يمن محامي العائله ومحامي فادي وصاحبه من الصغر، قال البوليس الحقيقه كامله. قال لهم انه كان حاضر نهار فادي اكتشف الخيانه ديال مراته، وسول لينا واعترفت ليه انه فعلا كانت كتخونه. ومن ثم فادي قرر يطلقها، ولكن لينا طلبت منه يخليو هذا الموضوع سر باش ما يتاثروش الاولاد. وفادي والمحامي يمن وافقوا ووعدوها ما يقولوا حتى شي واحد شي حاجه. وهنا بدات الصوره كتوضح، كلشي كيبين ان لينا عندها يد في اختفاء فادي. من بعد هاد الشيء البوليس مشاو عند لينا للدار، فتحات لينا الباب وهي منهاره كتسولهم واش لقاو فادي، لكن البوليس قالوا ليها لينا راه كاين امر بالقبض عليك. وغادي نفتشوا الدار. فاش دخلوا فتشوا الدار لقاو الفرش ديال السرير ما كاينش، وكاينين بقع ديال الدم في بيت النعاس. من بعد ما قلبوا الدار مزيان لقاو التليفون ديال فادي، التليفون كان مخبي مزيان. وهنا تاكدوا البوليس ان لينا كان عندها علاقه بهذه القضيه. وفاش شافت لينا ان البوليس لقاو التليفون عرفت انها تفضحات وقررت تقول كل شيء. غنرجعوا الليله ديال العشاء اللي كان فيها الملوخيه. لينا كانت حاطه نوع خطير ديال السم وسط الملوخيه، سم ما عنده لا طعم لا ريحه ومختار بعنايه. فادي كل الملوخيه ومن بعد شويه بدا يحس بالم قوي في كرشو. لينا داتو بيت النعاس وقالت ليه ارتاح شويه. وفاش كان باقي حي دخل عليه شي واحد، والمفاجاه الكبيره اللي دخل ما كانش اي واحد، كان فداء سوري الجنسيه وكان اقرب صديق لفادي. فادي ما صدقش عينيه منين شاف صاحبه فداء. بداو يضربوه فوق الناموسيه حتى مات. مع جوج ديال الليل شدوا الجثه وداوها في الطوموبيل ديال لينا وخداو معاهم ماده كيميائيه حارقه. منين وصلوا رماو الجثه وكبوا عليها داك السائل اللي كيحرق ورجعوا في حالهم بحال الا ما وقع والو. ومن بعد لينا وفداء اتفقوا مع بعضياتهم ان لينا تقول ان جهه من الحزب السياسي جاو وخداو فداء باش يخدم في سوريا. البوليس مشاو للمكان اللي وصفت لينا ولقاو جثة فادي مشوهة ومحلة بسبب المادة الكيميائية الحارقة. داروا التشريح وتبين ان الوفاة كان بسبب التسمم، وكان باين باللي فادي كان كيحاول يقاوم قبل ما يموت، بين فيه اثار حروق كيميائية. اما داك النهار اللي مشى فيه الاب ديال فادي عند لينا كانت كتحرق الفرش ديال السرير، حيت من بعد يومين من وفاة فادي لينا بدات تشم ريحة خايبة، فقررت تحرق الفرش ديال السرير باش ما يكون حتى اثار ديال الجريمه. لينا شدوها البوليس وقدموها للمحكمه، لكن الصدمه الكبيره كانت ان فداء هرب، والبوليس اكتشفوا انه كان سافر بطريقه غير شرعيه. هاد القضيه هزت الراي العام في لبنان وخلت الناس كتفكر وكيفاش الغدر والخيانه كيدمروا حياه الانسان بسهوله.